هذه الزياده كانت مقرره في 2020 على حسب دفتر الشروط اللي عند ما بين الشركه والمؤسسه او مجموعه الجماعات اللي كانت قبل 2020. نظرا للظروف اللي كانت ديال كوفيد وكانت واحد الحاله شويه ماشي هذيك، اضطروا كان اجتماع ديال مكتب لجنه التتبع ياخروا هذه الزياده. تاخير هذه الزياده لا يعني ان هذه الشركه ما غتخلصش، راه حنا اللي غنتحمل المسؤوليه. في الاخير كيتحاسبوا معنا 2020 كتزاد 0.50 سنتيم. شحال التذاكر 2020 دابا راه محسوب غنخلصوها معنا. يعني ما يضيعوش الشركه، لان هذا كان واحد العقد ما بين الشركه والمجلس. يعني ما يمكنش ندير الخلل به، لان في 2020 كانت ضروري تكون الزياده. اخر اجتماع اللي كان دار ديال لجنه التتبع كنظن في السنه الماضيه كنا قررنا بان هذه الزياده ما نديروهاش دابا، نخليوها الى نصف السنه تقريبا ديال 2023. وتم الزياده هذه كانت مقرره من شحال هذه ماشي دابا، مع العلم ان باش تعرف بان التذكره ديال التنقل في هذا النقل الحضري بالنسبه لطنجه راه اقل تذكره كاينه في المغرب. اذا مشيتي للرباط تلقى 5 دراهم، مشيتي لمراكش نفس الشيء، كازا اكثر. يعني راه غاديين بواحد الطريقه اللي هي عقلانيه ماشي. علاش ما كاينش التواصل قبل البلاغ خرج في 12 ديال الليل؟ يعني باقي ديك المشكل ديال التواصل التجربه مع الساكنه في طنجه باقي. بس حنا ماشي مسؤوليه الجامعه، قلت لك المؤسسه.